غادي نتجهوا عند الأخ مصطفى سلمى ودمولود. سي مصطفى، أنت من الناس اللي عاشوا سنوات طويلة في المخيمات وشفت الواقع من الداخل، وكذلك كنت شاهد على تحولات كثيرة في هذا المجال. اليوم منين تيقول صاحب الجلالة في الخطاب ديالو على أننا تنشهد منعطف تاريخي، وكيقول بأنه هناك ما قبل 31 أكتوبر وما بعد 31 أكتوبر، كيفاش كتفسر هذا القول وفق السياق الحالي؟ هو بالنسبة للمغرب لما تشوف ما صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، هو تقريبا جل المضامين اللي موجودة في مقترح الحكم الذاتي. وقرار من مجلس الأمن الأخير ما جاش من فراغ، لم يأتي من فراغ. هذا قرار جاء بناء على تقييم واضح، وهذا التقييم حاصل منذ فترة طويلة. احنا كنا في حالة بلوكاج كما قال الأستاذ السيد البرلماني من قبل، على انه كنا في حاله ستاتيكو نعالج الملف بتوازن بين جميع الاطراف، لكن هذا التوازن ثبت انه لن يوصل الى نتيجه، وكانت المنطقه كلها تنتظر لحظه الاختراق، اللحظه اللي سيكون فيها اختراق من اجل نخرج من هذا وضعيه البلوكاج. هذا البلوكاج التدخل الامريكي، تدخل الولايات المتحده بثقلها هو اللي خلانا نخرج من هذه وضعيه الجمود اللي كنا فيها هاي فترة السلام من 91 إلى يومنا هذا. على لأن احنا بين فترة السلام، بين فترة مسلسل السلام بينها على نفس معطيات الحرب. احنا دخلنا الحرب من 75 إلى 91، المنطقة دخلت الحرب، كل واحد جرب كل إمكانياته الحرب. لو كان طرف كانت عنده الإمكانية في إنه يحسب الموضوع عسكريا ما كانش يجي له وقف إطلاق النار. لجأت المنطقة لوقف إطلاق النار في 91 لأنه خلاص تم الوقوف يقينا على أنه لا يمكن حسم هذا الموضوع عسكريا. إذا ما دمنا نحن غير قادرين على حسم الموضوع عسكريا، إذا لابد أن نبحث عن حل وسط. المغرب انخرط في هذه الرؤية، كان منسجم مع الأسباب اللي وقفت إطلاق النار، هو إيجاد حل وسط لهذا النزاع، لأنه الحل القسري، الحسم غير ممكن. وبعد سنوات من تجربة الحل السياسي يظهر له عن الأمم المتحدة ماشية في مسار محافظة على الوضع القائم. المغرب كسر هذا الحاجز بعرض مبادرة الحكم الذاتي. مبادرة الحكم الذاتي هي مبادرة ممتازة. أنا نقول لك شخصيا، رأيي الشخصي في 2010 لما زرت المغرب أنا تبنيت هذه المبادرة. لماذا؟ هذه المبادرة هي تجسيد عملية الحل الوسط، تحتفظ للدولة بالسيادة وتحتفظ للسكان، تجمع بين السيادة وبين تغيير المصير، تحفظ السيادة للدولة وتحفظ السكان تغيير المصير في إطار تدبيرهم شؤونهم المحلية بأنفسهم. إذا غير هذا ما هو الحل الممكن؟ الحل الممكن الحل الآخر مثلا أن نقسموها، خلاص نقول هاي الصحراء نقسموها. إذا قسمناها هي نفس الأسباب اللي تأسس عليها النزاع من اليوم الأول تبقى قائمة حتى لو قسمنا الصحراء. إذا لا يمكن المغرب لا يخدم المغرب استراتيجيا أي حل يفصل المغرب مع عمق الإفريقي. هذا لا يخدم استراتيجيا مهما كانت التنازلات اللي هو راغب في قدمها، ولكن استراتيجيا هو لا يمكن، هاي الإمكانية غير موجودة عنده. وبالتالي هاي المبادرة كانت تجسد هذا الخيارين، خيار الوحدة الترابية وخيار تغيير مصير السكان، موجودين الاثنين في إطار الحكم الذاتي. هذا الإنسان في المخيمات ما يستوعبه. علاه ما يستوعبه؟ لأن الإنسان المخيمات من النهار الأول هو أسس دولته. لما جاء المخيمات في 76 هو أسس دولة. إذن هو أحسن موضوع تغيير المصير مسبقا، وفي نفس الوقت دخل في مسار تسوية من أجل الوصول تغيير النتيجة اللي هو قررها مسبقا ودارها مسبقا. هو أسس دولة داخل المخيمات فيها حكومة، فيها رئاسة، فيها ولايات، فيها بلديات، فيها كل مقومات الدولة، وبغى يفرض هذا الأمر الواقع. هو ما عنده إمكانيات باش يفرضه، ما عنده أي إمكانية باش يفرضه. الوضع القانوني متوازن بين المغرب وبين البوليساريو، الوضع القانوني المعالجة القانونية متوازنة. إذن لما
جاء القرار السيادي التدخل. ما كاينش عند البوليزاريو، كاين عند الجزائر القرار السيادي ديال البوليزاريو، أه؟ ولكن لا القرار أنا، بيد الجزائر وليس بيد البوليزاريو. لا هذه كان رؤية أنا شوي ما نتفق معها 100%. رؤية أن الجزائر هي كل شيء والبوليزاريو غير موجودة، شخصيا ما لا أتفق معها 100%. هناك كيان داخل الأراضي الجزائرية موجودين في صحراويين تدير جبهة البوليزاريو. هذا الكيان معترف به، يعني معترف به كطرف من أطراف النزاع. لأنك لما تشوف وثيقة كل قرارات مجلس النواب ما فيها القرار الأخير يتكلم عن طرفين ويتكلم عن أطراف. إذا هذا انا طرف من النزاع. ما كنتحدثش بالصيغه التاريخيه القديمه بانه البوليزاريو نهار تاسس، لا كنتحدث على ارض الواقع اليوم. القرار لم يعد لا بيد البوليزاريو بقدر ما انه محجوز من طرف الجزائر. الجزائر طرف في النزاع. الجزائر طرف في النزاع، ولكن البوليزاريو ايضا طرف في النزاع. لا يلغي دور الجزائر، لا يلغي بتاتا دور البوليزاريو. علاه؟ لان احنا مازلنا نتكلموا عن موضوع تغيير المصير مهما كان شكله. هذا تغيير المصير احنا ما لناش نقدمينه للجزائر، هذا تغيير المصير مقدم للصحراويين بهم ناس اللي في المخيمات. والبوليزاريو تناضل وداخله في النزاع كطرف في النزاع، لانها داخله في اطار صيغه توافقيه لتغيير المصير. الجزائر عندها تاثيرها السياسي، تاثيرها السيادي على احسبها مظله البوليزاريو. ولكن الحل اللي يقترحه المغرب اليوم هو يقترحه للصحراويين ولا يقترحه للجزائريين. حل الحكم الذاتي، الحل اللي طالب به الامم المتحده هو حل توافقي يضمن تغيير المصير، يضمن تغيير مصير الصحراء، لا يضمن تغيير مصير الجزائريين. اذا مهما كان التدخل الجزائري في قرار البوليزاريو، في النهايه هذول الناس اللي في المخيمات هو جزء من هذه المعادله اللي احنا بصددها، سواء مهما كان شكلها. اليوم وصلنا لصيغه شبه نهائيه ان الحكم الذاتي هو السقف الاعلى لهذا الحل. من الصعب انه ناس المخيمات يستوعبوا. دائما سي مصطفى، دائما في النقاش نغيب الساكنه المحليه ديال الاقاليم الجنوبيه. كنهضروا على 71% من الساكنه ديال المجتمع الصحراوي كاينه في المناطق ديال حاليا المناطق الجنوبيه، وكنهضروا فقط على 19% ولا 18% من الساكنه كاينه عند جبهه البوليزاريو. كيف لاقليه ان تطالب فقط بتغيير المصير في حين الاغلبيه تقطن حاليا في الصحراء؟ شوف، هو هذا تاسس يعني النزاع لما وفينا من تثبيت الاستعمار كما بديت لك من البدايه في 75. تاسس، دخلنا في نزاع، تاسس على معادله فيها البوليزاريو تقاتل المغرب معها حلفاء البوليزاريو، ولكن تاسس على هذه المعادله وتمينا ماشيين بها الى ان وصلنا لوقف اطلاق النار في 91. اتفاق وقف اطلاق النار لم توقع عليه الجزائر، وقعوا عليه اللي وقعوا مع الامم المتحده، وقعوا معها طرفين، وقع معها المغرب من جهه ووقعت معها جبهه البوليزاريو من جهه. اذا اتفاق وقف اطلاق النار وقع بين طرفين اسمهم المغرب وجبهه البوليزاريو. جبهه البوليزاريو مهما كانت قزم او كانت عملاق هي تبقى معرفه في مسلسل التسويه كاحد الاطراف. يكونوا 4 أطراف هي جزء منهم، من يكونوا طرفين هي جزء. والمفاوضات، جميع المفاوضات ما عدا المائده المستديره في عهد كولر، جميع المفاوضات واللقاءات اللي وقعت قبلها كانت تقع بين المغرب وبين جبهه البوليزاريو. هذا الغاء جبهه البوليزاريو لا يفيد الحل، لا يفيد الحل. احنا اليوم بغينا المصالحه هو الاعتراف بالاخر. اللي ما اعترف للاخر، لان الحكم الذاتي في حد ذاته ما كان مطروح قبل 2007. الصحراويين ما كان معطي لهم شيء قبل 2007. قبل 2007 كان فقط حل الاندماج. 2007 قدم المغرب مختار الحكم الذاتي. 2011 قرر الدستور المغربي بالهويه الحسانيه الصحراويه. هذه الاشياء لم تكن موجوده من قبل، هذه لم تاتي من فراغ، جاءت باسباب النزاع.
هذا 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 النزاع يعني اطراف النزاع. حتى الصحراوي المخيمات راهم، انا شخصيا كنت في المخيمات، ما عمري عرفت على ماذا يتفاوضون. ما عمر قيادة جبهة بوليزاريو جاونا في المخيمات وقالوا لنا احنا نتفاوضوا على المغرب على كذا وكذا وكذا، واش هذا راضيكم ولا ماشي راضيكم. هما يمشوا يتفاوضوا، يجوا يمشوا ويجوا، احنا ما فرصنا اي خبر. اذا حتى ناس المخيمات وفي النهايه راهم مغيبين عن موضوع تغيير المصير. ولكن هذا لا يلغي انه طرف البوليزاريو هي احد اطراف الموجوده في النزاع الى غايه ما نجدوا تسويه. نرجع عندك أستاذ مصطفى إن شاء الله في سؤال آخر غادي نتجه عند نائب البرلمان السي محمد الصباح.